أنا أتصور واحدة من أسباب ظلم الأئمة ومن أسباب الجهل بمقامات الأئمة هو هذا المنهج الذي يوجد في حوزاتنا العلمية، أنه يعطي للطالب، يعطي للفقه ولحديث في كتاب النجاسة والطهارة والحيض والنفاس هذه القيمة، ولكن لا يعطي للآيات القرآنية التي تكلمت عن مقامات الأئمة في القرآن أي قيمة، حتى إذا قيل أحضر درس تفسير يستخف به في الحوزات العلمية. وشاهدا عندي الآن أمامكم، هاي أمامكم الآن 1000 درس خارج فقه أكو، ولكن كم درس تفسير في الحوزة أكو؟ كم درس إمامة أكو؟ حتى اضطر البعض في أخريات حياته أن يلتفت للإمامة بعد أن نسي الإمامة 90 عام. أين كانت هذه الآن وجدنا الحاجة شنو؟ معرفة الإمام متوقفة على شبهات الآخرين، حتى الآن ندخل إلى بحث الإمامة. والله يعلم أولئك الذين الآن وهم أساتذتي وأحترمهم كثيرا، بل بيني وبين الله لي إرادة خاصة بهم، نبهتهم على ذلك قبل 28 عام، ذهبت إليه وقدمت له كل المقدمات، ابدأ درسا من هذا القبيل، ولكن لم يفعل. الآن عندما وجدوا أن الإمامة بدأت ماذا؟ تذهب يمينا تلعب بها الصبيان هنا وهناك في الفضائيات، يعرضون الإمامة بعد في الفضائيات. الآن من هاي القنوات التي تعرفونها ده تخدم الإمامة لو تضر الإمامة؟ لماذا؟ لأن هاي المعارف تركت. أعزائي،